والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يروي عن ربه جل في علاه أن الله جل في علاه قال: عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دعوة المظلوم لترفع فوق الغمام. يقول الله جل في علاه: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يودع معاذ: أعلم الأمة بالحلال وبالحرام. فالظلم ليس معلق في عنق الحاكم فقط. قد يكون الواحد منا ظالما لنفسه، قد يكون الواحد منا ظالما لزوجته، قد يكون الواحد منا ظالم لأطفاله، قد يكون الواحد منا ظالم لقريبه أو لجاره. ليس الظلم ظلم الحكام فقط، ولا ظلم ولاة الأمور فقط، فالظلم عام وشامل. فقد يكون الواحد منا ظالم وهو لا يدري، ظالم لأمه وهو عاق، ظالم لوالده وهو عاق. قال النبي لمعاذ: ليس لي ولا لك. قال: لمن هو أعلم الأمة بالحلال وبالحرام. قال: يا معاذ اتقي دعوة المظلوم، اتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس بينها وبين الله حجاب. ذلك الملك الذي استيقظ يوما وقد فتح شرفة قصره ونظر، وإذا بكوخ امرأة عجوز على باب القصر، لم تجد لها مأوى فأوت بجوار القصر فصنعت لها كوخ. قال: لمن هذا الكوخ؟ قالوا: أيها الملك إنه لامرأة عجوز لم تجد لها مأوى فأوت إلى ذلك الكوخ. قال: اهدموا كوخها. قال: اهدموا كوخها كما يفعل الظالمون اليوم، كما ينغص الظالم على الناس حياتهم وحياة أطفالهم، وينغص على الفقراء حياتهم. قال: اهدموا هذا الكوخ. فهدموه بأمر من الملك. وكانت المرأة العجوز غائبة، فلما عادت لم تجد كوخها، فرفعت يديها إلى السماء قالت: اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ اللهم إن كنت أنا غائبة فأين كنت أنت؟ فأين كنت أنت؟ فأرسل الله جبريل عليه السلام فهدم القصر على رأس الملك ومنعه. تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لم تنم.